عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة يا رب العالمين. النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا، من الفيديوهات اللي بحبها. زي ايه؟ اصل بصراحة اول مرة اجربه وعجبني جدا. طيب نصلي على رسول الله قبل ما ندخل على الفيديو على طول. واحب اعرفكم بنفسي، لو اول مرة تشوفي قناتي انا صافي من قناة ملكة في بيتك. يشرفني لو اول مرة تشوفيني تفعلي الجرس ليظهر لك كل جديد. نصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا جزر، انا طبعا مقطعاه وشايلاه في الفريزر بس سلقته. تمام، انا طلعته كده بالكيس ورحت حطاه في الحاجه اللي انا هعمل فيها وسلقته زي ما احنا شايفين كده، وسبته يبرد خالص. وجبته بقى وحطيت كده في شفشق الخلاط زي ما احنا شايفين. احب اذكرك انك تذكري الله. وهنا بقى ضفت كده اهو زي ما احنا شايفين الجزر، وهضيف عليه قطع من البرتقال. طبعا وانت بتضيفي البرتقان كده تكوني طبعا مقشراه كويس. ده البرتقان اللي انا خزنته برضو معاكم. وبصوا بقى كده، يعني ايه، تحس ان انت مش هيضرب معاكي كويس عشان الحاجة تقيلة. هنزود شوية مية صغيرين مش كتير، ما احنا مش عايزينه يبقى مية، لا بصوا شايفينه تقيل ازاي. وهبتدي بقى اصفيه. طيب مش بيتصفى معاكي بسهولة، هتزودي شوية مية صغيرين. خلاص اهو. هنا بعد ما صفيت بقى بالشكل ده، هنا عندي كيسين كده هشيلهم في الفريزر عشان يبقى عندي عصير جاهز بالشكل ده. بصوا القوام بتاعه ما شاء الله حلو جدا ازاي. ده هيبقى جاهز معايا للعصير على طول اهو. كده هيبقوا كيسين كده اهوت، وهشيلهم على طول في الفريزر. هنا بقى معايا الجزء التاني. هنعمل ايه؟ هحط هنا معلقة جيلاتين وعليهم شوية مية صغيرين. هتلاقيه تلقائي كده عشان الجو طبعا برد بينشف معاكي بسرعة. المية دي مش سخنة، انا حاطة من الكتل، لكن مية عادية جدا من الحنفية. بصوا بقى هيبتدي ينشف بسرعة معايا، مش هياخد وقت خالص عشان طبعا الجو برد. وانا حطيت باقي الجزر مع البرتقال، حطيتهم على البوتاجاز بالشكل ده. وطبعا ابتدي بقى ان انا اقلب كده كويس. بصوا افضل حاجة بقى معاكي ان انت تعملي بالمضرب اليدوي. خلاص. ومعايا اهو الجيلاتين. بصوا بقى متماسك معايا ازاي، هنشوفه كمان دلوقتي. هضيف بقى كده اهوت على الجزر بتاعي، وضفت عليه كمان هنضيف حالا السكر البودر. وهبتدي اقلب بالشكل ده. عندك سكر عادي براحتك، حبيبات تقدري تضيفيه. عندك سكر بودرة تقدري تضيفيه، وما تكتريش عشان كمان لسه لما تيجي بقى تستخدميه هتضيفي السكر زي ما انت عايزة. احنا بنضيف الاضافات ديت عشان يربط معانا. خلاص اهو بالشكل ده كده. انا جايبه لكم كل حاجه بالتفاصيل عشان ما تقولوش صافي ما بتعملش كده او ما فيش الحاجات دي في الفيديو. لا، كل حاجه اهي بسم الله ما شاء الله باينه معانا، وخطوه بخطوه، وان شاء الله تعمليه. وانا عارفه ان انتوا بسم الله ما شاء الله شطار وبتعملوا حاجات حلوه جدا، وهتعملوها احلى مني كمان. عايزه اقول لكم بدأ بقى ايه يربط شوية، بيتقل كده حاجات بسيطة. بس بصراحة لما لقيته مش عايز يربط، رحت عاملة ايه، معلقة نشا ودوبتها كده في مية وبدأت انزل بيها بالشكل ده. وطبعا وانت بتضيفي المية مع النشا بتقلبي على طول باستمرار عشان ما يعملش اي تكتلات معاكي. ما تقوليش لا لو عمل هصفي، لا، احنا عايزين كل حاجة تكون ممتازة معانا عشان الوصفة تطلع مظبوطة. وعايزة اقولك الوصفة دي حلوة جدا للست بيت الشاطرة اللي بتحب توفر. ست بيت شاطرة ومدبرة وبتحب التوفير، والأيام دي طبعا يعني عايزة أقول لكم ربنا يكون في عون الجميع. وبجد محتاجين للتوفير في حاجات كتير وحاجات كتير اقتصادية وكده. هنعمل مع بعض طبعا قمر الدين بطريقة حلوة جدا، وحاجات كلها طبيعية بيكون تحفة. سيبك بقى من المشمش، هنجيب منين مشمش دلوقتي؟ ولا هتضيفي مشمش ولا لون ولا طعم ولا أي حاجة خالص من الحاجات دي، كلها حاجات طبيعية. هنا عايزة اقول لكم بصوا كده، شايفين بذر الليمون؟ انا هنا عصرت ليمون
وتقدري تضيفي حاجة بسيطة من ملح الليمون. لو ما عندكيش طبعا بنستبدل في استبدالات لحاجات كتيرة جدا تقدري تعمليها. ما فيش ملح ليمون هتضيفي ليمون، ما عندكيش ليمون هتضيفي ملح ليمون، العكس. تمام تمام، صلي على رسول الله. كده بقى ببتدي اقلب عشان اخلي بالي جدا، واهم حاجة انك تقلبي بالمضرب اليدوي. هنا بوريكم بقى، بصوا القوام بتاعه بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. وعايزه اقول لكم كمان يعني وانا بعمل كده بالمعلقه وبوريها لكم، فعلا عامل زي القمر الدين بالظبط. وعايزه اقول لكم الطعم بتاعه جميل جدا والله، مش كلام. انا اي حاجه بعملها في الفيديوهات لو كانت وحشه بقول لكم على فكره وحشه واوعوا تجربوها، الحاجه اللي بتكون كويسه بقول لكم برضو عليها. ولما وصل للقوام ده زي ما احنا شايفين، عندي بقى هنا علبة كده بتاعت حلاوة المولد. بدأت ان انا اضيف اكياس كده بالشكل ده، فتحت كيس التلاجة وبدأت ان انا افرده بالشكل ده، طبعا اكياس نضيفة. وهضيف بقى قمر الدين كده. هنا انا كنت بحط معلقة من الزيت، وابتدي اعمل بالفرشة كده عشان اعمل على الكيس كله، عشان بس لما اجي اطلع قمر الدين يكون سهل معايا. وما يحلى الكلام الا بذكر الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندك بقى صينيه تقدري تفردي عليها الاكياس وتحطي عندك عايزه اقول لكم كمان، لو انت حطاه على الرخامه نفسها، يعني تفردي الاكياس وتحطي كده قمر الدين وتسيبيه بقى. بس المشكله ان انت هتسيبيه في الوقت ده بصراحة يومين ثلاثة. عندك شمس بيدخل المطبخ، لو الشمس بتدخل عندك المطبخ يكون حلو جدا جدا، لان هو بصراحة محتاج شمس ينشفه. خلاص طيب، ما عندكيش شمس والمكان اللي انت فيه او بتصحي متأخر او بصوا هنا انا كنت بقى بضيف وايه هبتدي افرد. ما عندكيش تقدري بقى تضيفيه في التلاجة شوية يتماسك بس معاكي. بس بصراحة الافضل ان يكون فيه شمس. انا عملته في التلاجة لان بصراحة يعني انا بصحى بالليل لا مش بصحى بالليل، يعني بصحى تكون الشمس خلاص يعني، او بمعنى اصح مش هعرف كمان اسيبه في مكان فيه شمس وبنتي رايحة جاية هتبهدل الحاجة، وطبعا الوصفة تبوظ. طب وليه؟ حرام طبعا. بس كده هنا بقى انا بفرد بالشكل ده كده، ولازم يكون متساوي. وخلي بالك لان انا معايا الصينيه الصغيره، لو هتلاحظوا وانا بلف قمر الدين هتلاقوه الصينيه الصغيره خالص اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي كانت يعني السمك بتاعها عالي شويه، ما كانش رقيق زي ما احنا بنشوف قمر الدين كده. تمام. فخلي بالك لان بصراحه كانوا اخر حاجه وقلت لا حرام. طيب ما انا هضيف شويه هنا وشويه هنا، لا بصراحه هيبقى ايه القوام بتاعهم او السمك بتاعه هيبقى تقيل، فقلت لا خليه في صينيه لوحده. وبرده طلع القوام بتاعه اسفل، السمك بتاعه برده كان تخين شويه. هنا بقى فردت كده، وخلي بالكم الاكياس هتبدا تلم كده معاكي، فتعملي ايه؟ هنا كانت الناحيه التانية برضو بضيف فيها. عايزه اقول لكم تعملي ايه بقى، امسكي الاكياس، خلي طرف الاكياس لو انت هتضيفيها في حاجه في صينيه او حاجه، خلي طرف من الكيس بره خارج لبره، وحاولي بقى تلزقيه من الاطراف عشان هيلم معاكي وهتحسي ان انت تحتاسي كده. فخلي بالك من الخطوات اللي بقولك عليها عشان مريت بيها، فأحب أقولك عليها عشان ما تقعيش فيها. وما يحلى الكلام إلا بذكر الله. صلي على رسول الله. عايزة أقول لكم جميل جدا وطعمه، وما تقوليش مش هحط ليمون أو ملح ليمون. ليه بقى؟ هتلاقي المزازة بتاعت قمر الدين دي فيه. والله جربيه بجد بسم الله ما شاء الله جميل جدا. كده اهوت. عايزه اقول لكم بقى ايه، هتقولي ايه ده قمر الدين بجزر؟ ايه برتقان؟ لا احنا عارفين ان قمر الدين بالمشمش. طب جربي بس، ما تجربيش في حاجه كبيره، ما تجربيش في كميه كتيره. تمام. اهي بس الصينيه هي اللي بقول لكم عليها. وهنسيبه بقى كده ايه، انا سبته بصراحه حوالي يومين عشان على ما ينشف، لقيته ما نشفش دخلته التلاجة. تعالوا بقى نشوفه بعد ما خرج من التلاجة.
اهو بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم تحس ان انتي واقفه في مصنع يعني، وانت بتعملي كده والله العظيم ده مش كلام، ده بجد. تحس ان انت واقفه في مصنع. وبصراحه عجبتني الفكره، جميله جدا، وحاجات طبيعيه من البيت كمان، وحاجات جميله جدا ومفيده جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا الجزر والبرتقال من الحاجات المفيده جدا. هنا انا كنت بقسم بقى قمر الدين، بصوا بيتقطع معايا ازاي، وبصوا كمان الشكل بتاعه وانا بلفه. هنا انا كنت بحاول اقرب الكاميرا، هنا اللون مش واضح قوي، ده لونه بقى الطبيعي، وكان اغمق كمان والله في الطبيعة. انتي ان شاء الله باذن الله لو عملتيه هتصدقي كلامي دوت، وهتشوفي فعلا. عايزه اقول لكم الكاميرا معايا بصراحه بتبقى ظالمه لحاجه كتير قوي، ببقى متضايقه وانا بصور، لكن بقول لا لازم يشوفوا معايا. هنا بقى بصوا انا فارده الكيس، يعني الكيس بتاع التلاجة فرداه، تمام. وببتدي بقى ألم الأطراف بتاعة الأكياس على قمر الدين من فوق كده. هنشوف دلوقتي، أنا هحاول أقرب لكم أهو هنا بوريكم بقى، بصوا الجزء لما قطعته عامل إزاي. هبتدي بقى بصوا نلم الأطراف مع بعض إزاي، بجد مش قادرة أقول لكم الخطوة دي كانت جميلة قوي، وكنت مستمتعة قوي وأنا بعمله، والله مش كلام والله العظيم بجد. أهو، وهلم بقى الاطراف ديت على بعضها كده بالشكل ده. قمر الدين ولا مش قمر الدين؟ اكتبولي في الكومنتات قمر الدين ولا لا. كل عام وانتم بخير، ويا رب يعود عليكم وعلينا بخير. اللهم بلغنا رمضان، كل عام والجميع بخير. أمانة عليكم فضلا وليس أمرا. أنا على فكرة ما بحبش أقول في كل فيديو، عشان رغم إني لو قلت في كل فيديو ده طبعا ده أقل واجب أقدر أقدمه لأمي الله يرحمها. آه، محتاجة إن انتوا تدعوا لوالدتي بالرحمة والمغفرة. لان ده تاني رمضان لوالدتي، يعني اول يوم رمضان ان شاء الله اكون الثانويه بتاعتها، فامانه عليكم تدعوا لها بالرحمه والمغفره، وامي واموات المسلمين اجمعين، ربنا يرحمهم يا رب، ويغفر لهم ويسامحهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين. طبعا انا مش حابه ان انا اعمل نكد والله ولا حاجه خالص. ايه رايكم بقى، قمر الدين ولا مش قمر الدين؟ يا رب تكون الوصفة عجبتكم، يا رب اكون قدرت افيدكم حتى لو بحاجة بسيطة. عايزة اقول لكم دي كانت من اجمل الحاجات اللي انا عملتها، او اللي انا عملتها قبل كده، بحبها جدا جدا. في وصفات كتير حبيتها، وفي وصفات كتير ان شاء الله نعملها مع بعض باذن الله. ما تنسوش تدعموني باللايك الحلو بتاعكم، وتدعوا لي دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل. هنا بوريكم بقى، بصوا هنا بقى السمك بتاعه كان تخين شوية، طبعا انا تانية على مرتين، دي الصينية الصغيرة خالص. واهو الشكل بتاعنا بقى اهو قمر الدين. نشوف الشكل بتاعه عامل ازاي، وبجد من الحاجات الجميلة جدا جدا، يعني انا لو قعدت بصوا من هنا لبكرة واقول عليه جميل جدا. طبعا انا معرفتش اعمل معاكم المهلبية، تمام. هنعملها في فيديو تاني ان شاء الله، عشان طبعا الفيديو هيكون طويل جدا وهتزهقوا مني اكتر من كده، وانا مش حابة ان انتوا تزهقوا مني اكتر من كده. ان شاء الله باذن الله نعمل وصفات كتير مع بعض ان شاء الله، وحلوة جدا وهتعجبكم. هنا بقى بصوا عايزة اقول لكم حاجة، عشان هتقولوا مثلا انت عاملة يا صوفي جزء عريض وجزء صغير ليه. هقول لكم عشان انا لو حابة الجزء الكبير دوت، انا لو حابة اعمل قمر الدين بس، فهطلع الكيس الكبير خلاص. لو هعمل قمر الدين بس اللي هو ايه المهلبية قمر الدين بس، والاجزاء الصغيرة دي اللي انا مقطعاها اقل شوية، دي اللي هتبقى لو انا عاملة مع قمر الدين حاجة تانية، لو هضيف حاجة تانية بنعمل مثلا طبقات. طبعا فاهمين قصدي، ما بتعملي مهلبية وتعمليها طبقات، فمش هتحتاجي مهلبية من قمر الدين كتير. فعشان كده حبيت ان انا اشكلها. عايزة اقول لكم قمر الدين ده يعني شوية دول ممكن يكفوني رمضان كله. ليه بقى؟ لان احنا هنستخدم حلويات تانية، احنا اكيد مش هنعمل طول الشهر قمر الدين، فبالطبيعي ان احنا هنستخدم منه شوية شوية.
يعني لو نفسنا راحت له كده. وخلي بالكم دلوقتي قمر الدين غالي جدا. الحاجات كلها بتاعت رمضان، اليميش كله غالي. مش عارفة بقى يعني بجد. ربنا يعين الجميع يا رب، ويعود عليكم وعلينا بخير بإذن الله. وهو عايزة اقول لكم دي ذكرى برضو، عشان يعني لو حصل لي اي حاجة تبقوا تفتكروني بيها وتقولوا ربنا يرحمها، ربنا يغفر لها، وتدعوا لي دعوة حلوة. والله مش بعيد عن ربنا يا جماعة، طبعا الموت علينا حق، وفي أي لحظة وفي أي وقت هيجي لنا فجأة يعني. دي حاجة بتاعت ربنا، وكده كده يعني هنموت، كلنا هنموت. فبحب بس الفيديو ده حتى لو هيكون ذكرى تفتكروني بيه وتدعوا لي دعوة حلوة. بصوا بقى، هنا انا كنت بوريكم، لو خدتوا بالكم بوريكم ان انا حطيت كيس من فوق وقلبته على الناحية التانية، عشان اللي هيقول لي بقى لا ده النشا بصوا عمل فيه ايه، ده النشا بيقطعه، ده النشا مش عارفة ايه. الطريقة غلط. طب حبيبتي بصي هقول لك حاجة. صلي على رسول الله الاول كده، واهدي بالله، استهدي كده بالله، لا استهدي بالله عشان اكمل. ايوه كده. هنعمل هنعمل ايه؟ جربي حاجة بسيطة، انا ما بقولكيش اعملي الوصفة كلها. جربي حاجة بسيطة بس، ما عجبكيش يبقى انت ايه، ما خسرتيش حاجة. صح ولا لا؟ بس كده. يلا، اللهم بلغنا رمضان، كل عام والجميع بخير. كده خلاص خلصت الوصفة بتاعتي. واهو قمر الدين معاكم، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله انتظروني الفيديو الجاي بإذن الله، هنعمل مهلبية مع بعض وهتكون حلوة جدا ان شاء الله. كده اهو بصوا. حاجة بسيطة وجميلة وما كلفتناش كتير. وكمان العصير اللي انا عملته هوريهولكوا دلوقتي في الاكياس. انا شلته في الفريزر، بس بصراحة طلعته تاني يفك شوية، عشان بحب ان انا ابططه كده زي قمر الدين، عشان ما ياخدش مساحة معايا في الفريزر، لان انا نسيته، لان طبعا قمر الدين قعد معايا بتاع يوم ونص زي ما قلتلكوا. وبس كده. بجد استاهل لايك ولا لا؟ حقيقي استاهل لايك، حطوا اللايك. استودعكم